بتبدأ حكايتنا النهاردة مع ميرابل وهي بتتكلم مع جدتها مادريجال، وإنه النهاردة اليوم اللي هتعرف فيه ميرابل إيه القوة السحرية بتاعتها. وبتسأل ميرابل لو فعلا الشمعة دي هي مصدر القوة السحرية لعيلتنا، وبتكون ميرابل متحمسة جدا علشان تعرف إيه القوة السحرية بتاعتها. فبتقول الجدة إنه مهما كانت القوة إيه فأكيد هتكون مميزة زيك. ووقت الحفلة لما ميرابل بتكون قدام الباب اللي ورا القوة بتاعتها، الباب بيختفي تدريجيا وميرابل ما بيكونش عندها أي قوة سحرية. ودلوقتي بنعرف ايه حكاية الشمعة دي، وبنرجع لزمان قوي لما كانت الجدة لسه شباب ومتجوزة من حبيبها بيدرو ومخلفين 3 أولاد، وبيكونوا عايشين مبسوطين لحد اللحظة اللي بيحصل فيها هجوم على القرية وبيضطروا انهم يهربوا منها. وبيضحي بيدرو بنفسه علشان يحمي عيلته وأولاده. ووقتها بتلاقي مادريجال الشمعة اللي ما بتطفيش أبدا وقادرة انها تعمل كل حاجة. وأول حاجة بتعملها انها بتبني بيت للجدة وأولادها. ولما كبروا الأولاد قدمت الشمعة لكل واحد فيهم قوة سحرية خاصة بيه، وكل واحد كان بيساعد أهل المدينة بقوته الخاصة. وهنا ميرابل بعد ما كبرت وبتعرفنا على أفراد أسرتها، وأول واحدة بتكون خالتها بيبا اللي بتأثر بحالة الجو حسب مودها، والتاني هو خالها برونو اللي بيشوف المستقبل ولكنه اختفى فجأة. أما بالنسبة لمامتها جولييت فهي من خلال وصفاتها بالأكل بتقدر إنها تخفف من ألم المرضى. وحكت كمان عن ولاد خالتها بيبا وبنت خالتها تورسات اللي ودانها ما شاء الله بتسمع رنة الإبرة، وأخوها كاميلو اللي قادر إنه يغير شكله لأي شكل تاني هو عايزه. أما بالنسبة لأخوهم الصغير فباليوم ده بيكون الاحتفال بأنطونيو علشان نعرف إيه القوة السحرية اللي عنده. أما إخوة ميرابل فبتكون إيزابيلا الكبيرة بتقدر إنها تملى الدنيا كلها ورود مجرد ما بتشاور بإيدها، ولويسا القوية جدا اللي تقدر ترفع أي حاجة بأي وزن. أما بالنسبة لميرابل فبتقول إنها مش زعلانة لأنه ما عندهاش قوة خارقة زي أسرتها، لأنها شايفة نفسها مميزة جدا. ولما بتروح لأنطونيو بتلاقيه متوتر جدا وخايف إنه يحصل معاه زي ما حصل معاها يوم حفلتها، ولكن بيعدي الاحتفال على خير. وبيفتح أنطونيو الباب وبيلاقي وراه كله حيوانات، وبتكون القوة بتاعته إنه بيقدر يفهم على الحيوانات، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيتصوروا كلهم مع بعض. ولكن وقتها ميرابل بتتفجر وبتقول إنه هي كمان عايزة يكون عندها قوة خارقة سحرية زيهم، ويا ترى فات الأوان على ده. وبتخرج وهي حزينة جدا، وهي خارجة بتشوف الأرض بتاع البيت السحري بدأت تتشقق وإيدها بتتجرح من الحجارة اللي بتنزل عليها، والشمعة بدأ نورها إنه يطفي تدريجيا. وبتروح تقول لهم على اللي شافته. ولما العيلة راحت تشوف ما بيلاقوش أي حاجة من اللي قالتها ميرابل. وبتعدي الليلة ومامتها بتقول لها إنها ممكن تكون تهيؤات لأنها تعبت أوي النهاردة في تجهيزات الحفلة، وقالت لو كانت دي تهيؤات فأنا إيدي اتجرحت إزاي. وبتعمل لها مامتها وصفة علشان تشفي إيدها، وبتفكرها إنها دايما مميزة زي أي حد من العيلة. ولكن طول الليل بتفضل ميرابل تشوف إنه البيت بيتهز. ولما بتروح تتأكد من الشمعة فبتلاقي فعلا نورها بيقل. ووقتها بتسمع جدتها مادريجال وهي بتتكلم مع صورة الجد، وبتقول له إن البيت السحري بتاعهم بدأ ينهار، وهي عايزة إشارة واحدة علشان تشوف الحل إنقاذ البيت السحري بتاعهم وإنهم يحافظوا على قواهم السحرية. ووقتها ميرابل بتقرر إنه هي اللي تحمي المعجزة. وعلى الأكل بتقرر جدتهم إنها تجوز إيزابيلا من دولاريس علشان مصلحة العيلة، وأصلا كده بيكون دولاريس بيكراش على إيزابيلا. وبتفضل ميرابل تلحق بأختها لويسا وبتشوفها وهي بتعمل حاجات بسيطة زي إنها بتعدل البيوت المايلة وبتنقل الكنيسة من مكان للتاني. وسألت ميرابل أختها لويسا عن سبب ضياع السحر، فقالت لويسا إنها سمعت زمان إنه خالهم برونو تنبأ بضياع السحر بالمستقبل، وعلشان تتأكدي روحي البرج الخاص بخالك برونو، ولكن كوني حذرة. وأول ما بتروح المكان بيكون مهجور جدا لأنه من زمان محدش دخله. وبتطلع ميرابل سلم طويل جدا، وأول ما بتدخل الكهف بتلاقي قطع سحر مكسورة على الأرض. ولما ميرابل بتجمع القطع بتشوف صورتها عليها، وبتلم ميرابل كل الحجارة وبترجع البيت. ووقتها بتسمع أختها لويسا بتقول إنها بدأت تحس إن قوتها بدأت تخاف، وكانت حاسة بتقل كل حاجة بتحملها. وبتدخل عليها خالتها بيبا وبتقول لها أنا سمعت إنك جبتي سيرة أخويا برونو، وإنه ماما مش بتحب أبدا تسمع سيرته علشان بيتنبأ بحاجات كلها شؤم، وفعلا كلها بتحصل. ولكن أكتر حاجة شؤم اتنبأ بيها إنه في المستقبل هيزول البيت السحري بتاعهم، وشاف صورة ميرابل فيها. ومن وقتها برونو قرر إنه يختفي. وبنفس اليوم بالليل بيجي خطيب إيزابيلا، وكل البيت بيكون متوتر علشان البيت السحري بدأ فعلا إنه يتشقق، ولويسا بيبدأ سحرها يروح منها، وأنطونيو بيبعت فيران تاخد قطع السحر المكسورة. وبتفضل ميرابل تجري وراهم لحد ما بتوصل لغرفة مهجورة، وبتلاقي خالها برونو موجود
موجود فيها، وبتسأل خالها ليه صورتها موجودة بالسحر، فبيقول لها انه بنفس اليوم اللي كانت هتعرف فيه ايه قوتها السحرية جدتها كانت قلقانة جدا، فطلبت منه انه يشوف المستقبل. وقتها شاف الرؤية الشؤم دي، ولكن الصورة بيكون فيها اتجاهين، اتجاه بيبني واتجاه بيهد البيت. فطلبت ميرابل من خالها انه يرجع يشوف الرؤية من تاني، يمكن تعرف تلاقي الحل. وكل الحديث ده كانوا الحيوانات سامعينه، وبيروحوا يقولوا لأنطونيو كل حاجة سمعوها. وبيروح برونو على الغابة علشان يشوف الرؤية مرة تانية، وبيشوف نفس الرؤية اللي بيشوفها كل مرة، ولكن المرة دي بيشوف حاجة مختلفة، وهي فراشة رايحة باتجاه الشمعة. وميرابل بتكون بتحضن واحدة هناك، والواحدة دي بتكون أختها إيزابيلا. وبيقول لها برونو إنه إنقاذ العيلة معتمد عليكي أنتي مش على إيزابيلا. وبتروح ميرابل لأختها، وهما في العادة بيتخانقوا كتير، ولكن المرة دي وهما بيتخانقوا بالغلط إيزابيلا بتزرع نبات جديد، وبتكون مبسوطة وفرحانة جدا وبتحضن أختها. ولكن بالوقت ده بتدخل عليهم جدتهم، وبتفضل تهزق ميرابل، وبتفضل تقول لها إنه أنتي السبب بزوال السحر بتاعنا. ولكن المرة دي ميرابل بترد عليها وبتقول لها إنه لأ يا تيتا، سبب زوال السحر هو أنتي مش أنا. ووقتها فعلا البيت بيبدأ يتهدى عليهم، ولكن ميرابل بتحاول إنها تاخد الشمعة، ومع الأسف ما بتقدرش ميرابل إنها تاخدها، وبتطفي الشمعة وقتها. ومن كتر حزنها بتروح ميرابل تقعد لوحدها، وبتروح جدتها وراها، وبتقول لها إنها من كتر ما كانت خايفة إنها تفقد السحر بيوم من الأيام، فهي فقدت ابنها وفقدتك انت كمان يا ميرابل. ووقتها ميرابل بتشوف نفس الفراشة اللي شافتها برؤية خالها برونو، وبتقول لجدتها إنهم مع بعض هيقدروا يرجعوا البيت. وظهر برونو وقتها وتصالح مع مامته ومع كل العيلة، وبتتجمع العيلة مع بعض من تاني علشان يحاولوا إنهم يرجعوا البيت، وكل أهل القرية بيكونوا موجودين علشان يشجعوهم، وفعلا بيقدروا إنهم يبنوا البيت من تاني. وأول ما ميرابل بتحط مقبض الباب الجديد بيرجع البيت سحر من تاني، وبيتصوروا كلهم، ولكن المرة دي بيكون معاهم ميرابل وبرونو، وبتكون العيلة كلها مجتمعة. وقدرت ميرابل بالآخر إنها تاخد القوة السحرية الخاصة فيها، وفعلا كانت مميزة زي ما مامتها وجدتها قالوا لها. وبس كده بيكون خلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش إنكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.